السلام عليكم. اخيرا ياسمين طلعت واتكلمت، وتهديد ام ضني وحوارات ومشاكلها والناس اللي بتطلع، هل على سيرتها ولا على كتافها ولا ايه؟ ما نعرفش. تعالوا نقوله دلوقتي، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. ما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ الأول بأم ضني. أم ضني طبعا احنا الأيام اللي فاتت كانت عاملة ضجة، محدش يعني الناس كلها قامت عليها ان انا هبيع الشقة ورث امي. تمام، قلنا ساعتها، عملنا فيديو قلنا يا حاجة ام ضني مفيش داعي ان انت تعملي الموضوع دوت علشان خاطر ابنك، ده ابنك وابنك تعب وشقي وما تعرهوش. يعني الناس اللي هم قعدوا يقولوا لها لا بيعي، اقهري ياسمين، ادي وودي على ياسمين، دول ربنا هيحاسبكم. انا مش مع ياسمين، تمام، لان انا لسه معرفش ايه الخبايا. انا شايفة بس على اليوتيوب ان واحدة بتطلع امهاتي واهلي واصحابي ومش عارف ايه ام ضني، وبشوف ياسمين. انا بقى لو يعني انا مش عارفة خباياهم ايه. الناس دي مش بتعرض لنا حياتهم يا جماعة، الناس دي بتعرض الحلو اللي في حياتهم، الحلو اللي في حياتهم فقط لا غير. فانا مش هحكم ولا اقول انا مع دي ولا مع دي، ولكن انا ساعتها لما اتكلمت قلت يا ام ضني ما تبيعيش ابنك، ما تكسرهوش. وطبعا ضني كان تعبان وركب نفس، وهي راحت شافته وقعدت تحت العمارة وما عرفتش تطلع، والكلام اللي احنا عارفينه. عملت فيديو النهارده وقالت زيارتي لام اميرة وتليفون التهديد اللي جالي. فطبعا الفيديو 17 دقيقة اللي هو فيه ايه يعني، وبترحب بالناس وبتقول لهم ان هو كاتبه على المنتدى انها وصلت 20,000 مشترك. عقبالنا يا ام ضني يا رب العالمين. وقالت ان حصل ان انا رايحة لأم أميرة، راحت لها وبعد كده اتكلمت وقالت انا بيجيلي مكالمات تهديد. واحدة قالت لي انتي مدفوع فيكي 10,000 جنيه علشان وشك يبوظ بمية النار، فخلي بالك من نفسك. والولد النهاردة جاب لي التوك توك لحد البيت، مش خوف بس انا مش عارفة الضربة جاية منين. التليفون اللي جالك ده في ناس كتير دخلوا علقوا عليها، قالوا لها ده نفس التليفون اللي راح لإخلاص ابو رجيلة، صاحبة القناة، قناة النقد، لها التحية مني. وقالوا لها دول بيوقعوا بينك وبين ابنك وبين ياسمين وما تحطيش في دماغك والكلام دوت ونش ومش عارف ايه والكلام ده. انا رأيي مع الناس دي، اول مرة الناس عندك يقولوا كلمة صح، ده كلام كله توقيع وروش ونش ملوش اي 30 لازمة يا ام ضني. تمام، نيجي بقى لياسمين. ياسمين طبعا هي ام ضني، قبل ما نطلع من سيره ام ضني ما اتكلمتش بقى في موضوع الشقه، ولا قالت هي ناويه تعمل ايه ولا تخلي ايه ولا اي حاجه. هي مجرد راحت قعدت كلت شربت ضحكت، وبعد كده في اخر الفيديو انا جايلي تليفون تهديد. وحتى ام اميره غالبا قالت لها ده حد كان قاعد في مجلس وسمع الاتفاق فجاه. انا مش بتريق عليها طبعا فوق راسي، ولكن الخيال وسع بقى، فاهمني. قامت بقى ياسمين فين وفين لما ظهرت، عملت فيديو 28 دقيقة في ايه. ياسمين قالت كاتبة انا هتكلم وانا هعمل وانا شقة جوزي مش هسيبها. عجباني ياسمين، عجباني. ليه بقى؟ مش عجباني علشان هي مش هتمشي كلام ام ضني ولا مش عارف ايه، الله اعلم برضو الداخليات بتاعتهم ايه. ولكن ياسمين قالت انا ماليش دعوة بالمشاكل اللي بين اهل ضني وبين ضني، حتى ما جابتش سيرة ام ضني اساسا. تمام، قالت انا ماليش دعوة، بس انا ليا دعوة ان الشقة دي انا مش هسيبها الا اذا ضني قال لي يا ياسمين امشي وسيب الشقة. في الحالة دي انا هقدر اسيب الشقة، غير الحالة دي مش سايبة الشقة ولا متعتعة منها. والناس اللي بتقول ان انا طمعانة في الشقة، هو يا جماعة هو انا شقة يعني ما عنديش شقة؟ بسم الله ما شاء الله، ده هي عندها شقة، معلش في الكلمة، احسن بكتير من شقة ضني. قالت انا عندي شقة ولكن انا مش هسيب الشقة دي الا لما جوزي يقول لي يلا بينا، لان جوزي كان واخدها على الطوب الاحمر، وهو اللي وضبها وهو اللي خلصها وهو اللي عمل فيها الشغل وهو اللي وصلها للامر ده، ورجعت له. ومحدش يقول لي ما انت كنت فيكي وعليكي وكنت بتعملي وبتخلي وكان بينكم مشاكل وبتشدوا. حصل بينا كتير، ولكن مش هبعد عن جوزي ولا جوزي هيبعد عني.
رد في منتهى العقل. طبعا ذكرت قناة من قنوات النقد، غالبا انا عارفاها، هي ما قالتش قناة نقد، ولكن قالت في قناة هي اللي عاملة الفتنة وبتمشي على الكذب، ما بتمشيش على الحق. ايا كان يا ياسمين، ربنا يخليكي لجوزك ويخلي جوزك ليكي. وبتقول ان ضني في حالة نفسية وحشة قوي لدرجة ان انا خدته ورحت العين السخنة، وهصور لكم من هنا من العين السخنة علشان برضو ده شغلي وشغل جوزي. عشان في ناس كتير قالوا لها ايه ده انت بتصوري وبنتك ميته، ايه ده انت بتضحكي وبنتك ميته، ايه ده ايه ده ايه ده انت بتعيطي وبنتك ميته. طبعا قالت لهم يعني يا جماعه ده شغلي وضني، اتمنى ان انا اقدر اطلع مع ضني ونصور، وده شغلنا. ربنا يهدي لك الحال يا ياسمين وتعدي يا رب على خير، امين يا رب العالمين. نيجي بعد كده لموضوع محمد اخو الاء. محمد اخو الاء يا جماعه مش ناوي يجيبها البر، عامل قناه بقى اسمها عائله ولاد رزق جديده، وكل شويه يقول لك هطلع بالحكايه. عمل لنا فيديو اتكلمنا عنه ان هو طلع وقال انها ممنوعه من التصوير، ولما عملت فيديو جاب لي 500,000 مشاهده، اتقال لي امسحه عشان الضرايب. النهارده عمل فيديو تاني، بالرغم ان الناس يعني انت المفروض يبقى عندك عقل، انت كده بتفقد اختك للابد، انت كده بتفقد اختك للابد. عشان ايه يا محمد يا رزق؟ عشان خاطر القناه تكبر، عشان خاطر القناه تشتغل. محدش هيفسر ان انت متألم زي ما انت كاتب على عنوان الفيديو، ان انت بتتألم ومن الوجع من شغل الحوارات. تمام. طلع النهارده قال لك بقى ايه ده كان في امي لما راحت جنس المولود، حفله جنس المولود، اتمنعت من التصوير جنب اختي. قال لها معلش، اتقال لها معلش علشان خاطر ده شغل، والمفروض ان انتي ما تطلعيش جنبها. بالرغم ان اليوتيوبرات التانيين طلعوا في الحته دي، ما اكدبش عليك محمد غلطان غلطان. ولكن انا عايزه اقول لك حاجه، انتوا من بداية الجواز، من بعد الجواز بتقول ان في مشكلة وان هما مش عايزين يصوروا معانا. طيب احنا بقى نأكد على امنا وابونا واخواتنا، ما تروحوش اصلا عند الناس دي، ولو رحتوا اقعدوا بعيد وما تتصوروش، وانتوا اللي ترفضوا التصوير، وانتوا اللي ترفضوا ان انتوا تتصوروا. ولكن انا ما سيبش نفسي، بدل انا عارف ان الناس اللي قدامي دول ميتين على قنواتهم ومش عايزين حد يطلع على كتافهم، يبقى احنا نقعد بعيد زي اهل نهال مرات حسن، ما بيطلعوش، ونهال ما بتطلعش معاهم وما بيتصوروش، ولما بيروحوا يزوروها ما بيتصوروش، ولما بتيجي تزورهم ما بتصوروهاش، والدنيا ماشية تمام. انت بقى عامل مشكلة ليه؟ الناس مش هيقولوا انك موجوع، لا لا لا، هيقولوا انك انت عايز تطلع على كتافهم، هيقولوا ان انت واخد خطى ابو زياد وماشي على نفس الخطوات وبتفضح وبتقول كلام ملوش لازمة. هو مش عايزك تصور مع اخته، خلاص بالسلامة. بيقولك حتى الصور اللي بينزلها على الانستجرام بيتقال له مسحها. بيقولك حتى لما ابويا اتكلم بتلقائية وقال الاء ما بقتش حنينة عليا، اتقال له اتصل بيه وقال له جوزها اتصل بيه وقال له محدش يجيب سيرة مراتي تاني في فيديو. واختي راضية، خلاص اختك راضية، يبقى ربنا يسعدها وربنا يخلي لها بيتها وجوزها وبنتها. هي اللي هتحتاجنا، هي اللي هيجي لها وقت وهتخبط على الباب وتقول لكم انتوا فين. غلطوا بانك انت ما تطلعش وتعمل فيديو وتقول ده عمل وخلى وسوى وتحكي اسرار عيلة على الملأ. انت كده رسمت العداوة بينك وبين محمد حوارات وبينك وبين العيلة دي كلها. وما تزعلش مني، مراتك مش اختك مش هتعرف تاخد موقف، لو خدت موقف هترجع لكم البيت هي وبنتها. مستعدين تشيلوها؟ مستعدين تعيشوها في نفس المستوى اللي هي عايشة فيه دلوقتي؟ هل هتبقى راجعة فرحانة انها راجعة لبيت اهلها، ولا راجعة شايلة منك وهتطلع عينك وعين سوري يعني في الكلمة عين اهلك عشان انت كنت سبب في خراب بيتي؟ ايه وجه الاستفادة يا ابني من انك انت تخرب بيت او تقول كلام تخلي فيه قطيعة بينك وبين اخواتك او اختك؟ اتمنى ان هو يكبر وعقله يكبر كده واشتغل على قناتك لوحدك. انت بتقول انا مش عايز دعم، امال انت اللي بتعمله ده كله ليه؟ ملوش اي 30 لازمة.
يمكن لسه صغير يا جماعة، ربنا يهديله الحال علشان الموضوع ما يتقلبش في الاخر وهنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. ربنا يهدي لك الحال ويسترها علينا جميعا ويرزقك ويرزقنا الخير. ما تنسوش اللايك. يلا سلام عليكم.